بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. اهلا بيك. الحمد لله. اهلا وسهلا. مشكله النهارده هي ست في الاربعينات من عمرها، كانت اتجوزت في العشرينات وخلفت 3 بنات. مشكلتها ان جوزها هم كانوا بيحبوا بعض ولا زالوا بيحبوا بعض، بس اللي حصل هم لما خلفوا البنت الاولانيه كانت فرحته يعني مش سايعه. تمام. فاللي حصل ان هو كان نفسه في ولد. هي خلفت 3 بنات، فكان زعلان بقى في الخلفه الاخيره دي، في البنت الاخيره دي، فقال لي يعني ايه، قال لها انا هتجوز. وفعلا اتجوز واحده تانية وخلفت الجديده دي بقى، خلفت الولد. تمام. مشكله الاولانيه دلوقتي انها مش حاسه بالعدل ما بينهم في الحياه نفسها. تمام. يعني هو مش شايف في دماغه ان الا العلاقه الحميميه وخلاص، هو ده العدل اللي ما بينها، هنا كذا يوم وهنا كذا يوم وخلاص. لكن هو اصبح مهمل بناتها، بيتعصب عليها يعني، فحياه نفسها ايه اصبحت صعبه جدا. تمام. فهي مش عارفه تعمل ايه. انت تقول لها ايه الست دي؟ يعني هو والله طبعا يعني انا المشكله دي لما جات لي طبعا هي في الصعيد على ما اعتقد. في الصعيد. فطبعا يعني انت عارف حضرتك اخواتنا في الصعيد بيحبوا التعدديه، يعني يتجوزوا كتير يعني وكده وبتاع. بغض النظر كمان عن موضوع يعني خلفه الولد والبنت والكلام ده كله. طبعا خلينا نتفق ان يعني موضوع خلفه البنت والكلام ده كله طبعا علميا زي ما احنا عارفين ان الراجل هو اللي متحكم طبعا في القصه دي علميا، ان هو يعني في نوع الجنين يعني. بالظبط كده. فيعني القهر، يعني قهر الزوجه، انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان يعني حته ان انت تتجوز عشان خاطر المره الثانيه عشان خاطر ولد وبنت والكلام ده، لا يعني بدليل ان هو البنات هو كان يعني فرحان بيهم جدا، وقال ان هم وش الخير عليه. هو كان بيتاجر، يعني بيعمل تجاره خاصه بيه كده، والتجاره دي يعني بقت رائجه ويعني وتوسعت بين المحافظات طبعا او في المحافظات. فده في حد ذاته كان، وقال ان حتى البنت الاخيره انا فاكر ان هو كان كاتب او صاحبه المشكله بعت بتقول ان زوجها سمى البنت الاخيره وش الخير، يعني الاولى او الاخيره مش فاكر. لا هو كان قايل للاولى لان هو كان مقبل بقى على الدنيا بالظبط، فمبسوط، وان البنت الاولى لان هو الثالثه كان صدم بيها. كان نفسه ان هي تطلع ولد وكده. طبعا دي نظره يعني تعتبر نظره ضيقه شويه يعني للحياه والامور عموما، ان انا ابقى بركز على يعني حته نوع الجنين او ان كان ولد او بنت او حاجه زي كده، فده شيء مرفوض جدا يعني. بس طبعا خلينا نقول ان هو برضو من ضمن الاخطاء الشائعه واللي احنا بنحب ناكد عليها، يعني ان تحديد نوع الجنين من الزوج نفسه. هل هو اتجوز عشان خاطر يعني يجيب طيب ممكن جدا الثانيه ما تجيبش الولد، هيتجوز الثالثه. ما دي المشكله. انت عارف اسهل يعمل ايه دلوقتي؟ طالعين تحديد نوع الجنين، في دكاتره يحددوا نوع الجنين، يعني بيعمل عمليه وبيختار الحيوانات المنويه ويختار الولد، يجيب كذا حد ويلقح. والله هي برضو دي داخل على ما اعتقد فيها برضو يعني نوع من الاختلاف الديني او الاختلاف يعني الشرعي على الموضوع دوت. بس الموضوع ده منتشر هنا في مصر، ويعني منتشر او يعني مش منتشر، ولكن أو في حد ذاته يعني موضوع عليه خلاف. خلينا نتفق ان هو عليه خلاف فقهي في الموضوع دوت يعني وكده. وانا شايف ان الحياه ما تبقاش يعني قاصره على نوع الجنين. يعني اهم حاجه اعرف اربيه كويس. يعني البنات دايما عارفين ان هم حنينين بطبيعتهم، ودي حقيقه، وما ينفعش خالص ان احنا يعني نركز ان لازم نجيب الولد. ويعني انا شايف ان هي يعني نظره ضيقه شويه. يعني انت شايف ان هو ممكن يكون له ليه نظره ثانيه غير كده؟ يعني هو اصلا عايز يتجوز الثانيه بغض النظر عن زي ما اتفقنا ان في
المجتمع يعني المجتمعات الصعيديه يعني، او في المجتمع الصعيدي يعني، هم عندهم حته ان هم حاجة زي موضوع كده. التعدد دي يعني يمكن بعض الازواج بيفتخروا بحته ان هو يعني عنده زوجه واثنين وثلاثه حسب طبعا الامكانيات الماديه والكلام ده كله والسعه الماديه. ولكن في حد ذاته فكره القهر يعني هي ممكن برضو الست في الصعيد بتتقبل شويه. طبعا اعتقد ممكن يكون الوضع اختلف دلوقتي عن زمان. كانت الميديا زمان بتظهر ان الزوجه عندها استعداد انها تتقبل بزوجه تانية او تقبل بزوجه تانية خصوصا في الصعيد. طبعا بشكل او باخر خلينا نتفق برضو على ان المراه هي المراه. حته الغيره وان هي يجي لها ضره والكلام ده كله بتبقى صعبه شويه يعني. ممكن تكون الست مثلا في الصعيد بتقبل بحاجه زي كده نتيجه ان دي حاجه موجوده في المجتمع الصعيدي، وان الراجل الصعيدي يتجوز مره واثنين وثلاثه، وان هي قبل ما تتجوز بتبقى يعني مؤهله نفسيا لكده. ولكن في حاله من الرفض يعني، خلينا نقول ان في حاله من الرفض الداخلي جواها انها مش قابله برضو بشكل او باخر ان يجي لها زوجه تانية، لان هي شايفه ان هي مش مقصره في حق زوجها يعني. فحته القهر ده في حد ذاته يعني شيء مرفوض. انا شايف ان هو انت شايف ان الزوجه الثانيه قهر للاولى؟ انا شايف بكل المقاييس يعني، على الاقل داخليا جوه الزوجه الاولى يعني، جوه داخل الزوجه الاولى وفي نفسيتها مش هتبقى متقبله ان يجي لها زوجه تانية يعني. طب تفسر بايه اغلب الصحابه كانوا متجوزين اكتر من واحده؟ يعني هو في بس عشان بس يبقى نقطه تانية، سيدنا علي كان متجوز السيده فاطمه، وسيدنا رسول الله قال له ما تتجوزش تاني عليه. تمام. بس هو فعلا ما اتجوزش الا بعد ما هي انتقلت. تمام. توفت واتجوز بعديها يعني. هو الرسول ليه طلب ان هو ما يتجوزش تاني عليه؟ ليه بقى؟ هو طلب عشان خاطر النقطه اللي انا بكلم حضرتك فيها، الاحساس بالقهر. الاحساس بالقهر. فدي نقطه مهمه جدا وجوهريه. طالما ان الزوجه مش مقصره في حق زوجها والحياه ماشيه بينهم بشكل طبيعي، مفيش اي مشاكل، مفيش اي خلافات، مفيش ما يدعو ان هو يتزوج عليها بزوجه ثانيه يعني. حتى في معظم الستات بقى بتوع الزمن المعاصر اللي عايشين دلوقتي لازم تعرف الزوجه، تقول لها ان انت هتتجوز عليه عشان ولازم توافق. تمام. لكن ما ينفعش ان انت تروح تجيب لها زوجه ثانيه او ضرة زي ما بيقولوا فجاه وهي مش مقصره في حاجه. فانا شايف من وجهه نظري الشخصيه، انا يعني رايي يميل للاستقرار بين الزوج والزوجه. وبعدين كمان حتى الصراع بقى بين الابناء واحساس الابناء، ده مش الزوجه كمان اللي بتحس بالقهر يا استاذ احمد، ده الابناء نفسهم بيحسوا بالقهر. اقل درجه من ميل الاب تجاه ابناء من الزوجه الاولى او ابناء الزوجه الثانيه او اي منهم بالطرف الثاني طبعا بيحس بالغيره الشديده، وبتبقى في نوع من الصراع الداخلي ممكن يكون مش ظاهر، ممكن يبقى بعد كده في المستقبل موجود. فانا شايف ان من وجهه نظري الشخصيه يعني انا ما ادخلش يعني ما اعملش لنفسي مشاكل جديده، او يعني الزواج الثاني يعني مش عايزين نقول ان هو مشكله يعني، هو شرعا وكل حاجه حل بعض الحالات ثلاثه ورباع، ولكن ما يبقاش برضه يبقى يبقى بالشكل اللي فيه نوع من القهر يعني. طيب انت بتقول ان انت مع ان الراجل يقول للزوجه الاولى ان هو هيتجوز عليك تاني. اكيد انت مع الحته دي. طب المشكله صاحبه المشكله بتاعتنا هي اوريدي عارفه. تمام. وخلاص تمام هي موافقه قهرا، الموضوع انتهى. بس تمام. بس المشكله اللي بتقابلها دلوقتي هي في غياب العدل، هي تعمل ايه؟ مش عارفه تتصرف ازاي. تمام. هي في نقطه هنا برضو يعني معلش، حته تباين الثقافات بقى يعني بتختلف من زوجه للتانيه. لما تكون زوجه يعني بتقرا كتير من الثقافه اكتر، بتبقى عارفه اللي لها واللي عليها، وبتبقى عارفه حقوقها. يعني الزوجه بتاعتنا لو هي الاولانيه لو هي يعني عندها قدر من القرايه او تقدر تعرف معلومه ان المشكله بتبقى او في تحديد الجنين بتبقى من الزوج نفسه. تمام. يعني كانت عرفت ان زوجها كانت ممكن تتكلم وده حقها، كانت المفروض يعني ناقشت مع زوجها وقالت له طب افرض انت اتجوزت وجبت يعني بنت تاني هتعمل ايه؟ ممكن كان راجع نفسه يعني، ممكن كان راجع نفسه في الفكره نفسها يعني مش مجرد ان هو بيتجوز عليها عشان قصه ايه الولاد والبنات او نوع
الموضوع الجنين او الكلام ده كله، ولكن هو بيتجوز عليها يعني ليه؟ هيفكر يعني، كان ممكن يفكر. فهنا بقى تيجي نقطة ان هي بعد المشكلة بتقول ان هي حاسة بالقهر ومش قادرة تعمل ايه. لما بيكون في مشكلة بين الزوج والزوجة المفروض ان بيتكلموا مع بعض وبيتناقشوا مع بعض. خلينا نتكلم يعني نتفق من خلال برنامج حضرتك ان لازم يكون في يعني تواصل حميم. يعني الحميمية مش في العلاقة بس، الحميمية كمان في التواصل. تمام. التواصل الوجداني والاتصالي، ان انا اتكلم واعبر واقول واحكي عن الحاجات اللي بتأزم نفسيتي او مضايقاني او واتناقش، يعني تتناقش مع زوجها وتتكلم. حوار مفتوح عشان نوصل لأرض صلبة، وبعدين عشان يتحقق للعلاقة الزوجية أهم إطار ليها، وهو السكن والراحة والطمأنينة والهدوء والتكاملية، إن أنا نبقى بنكمل بعض. فده مهم جدا يعني. طيب انت في وجهة نظرك ان ممكن يكون يعني اللي بيسبب الأرق عندها عند الزوجة دي اللي هي الأولى دي، تمام، نظرة المجتمع ليها بحكم انها بقت في ضرة ليها ويعني والناس هيقولوا ان هي ما خلفتش مش عارف ايه، وانها مثلا مش مرغوب فيها، او انها بتاعت مشاكل، او هل وجهة نظرك برضو ان ممكن يكون ده بسبب اللي مزهقها برضو بشكل عام؟ هو ده من ضمن الأسباب. يعني خلينا نقول لما أي زوجة بتفكر في يعني فكرة إن جوزها هيتجوز عليها، بتفكر في طبعا حالة أنا قصرت في إيه. أول حاجة بتفكر فيها أنا قصرت في إيه. يبقى رقم واحد إيه مدى التقصير. فلما هي ما بتلاقيش إن في أي تقصير من أي نوع، يعني بتفقد الثقة مقصرة في حقوق زوجها والكلام ده كله، ده بيبقى المؤرق الأول بالنسبة لها. إيه المؤرق الثاني؟ علاقتها بالمجتمع هتكون شكلها إيه؟ ثقة جيرانها في ان هي فيها على اساس ان هي قصرت في حق جوزها بشكل او باخر، او مش عاجبه جوزها، واخد بال حضرتك، بشكل او باخر، فاضطر ان هو يتجوز عليها. هل صليطة اللسان؟ هل يعني يعني ايه مشكلتها؟ يعني طباعها مثلا صعبة، طباع صعبة، يعني بسرعة، مش مريحة في خوفها الشديد من يعني شكلها في نظر الناس، او حاجة زي كده، او شخصيتها في نظر الناس هتكون ازاي. لا طبعا يعني بما لا يدع مجالا للشك، طبعا ده من ضمن اهم الاسباب اللي بتخلي الزوجة الاولى تزعل ان يجي عليها زوجة تانية. يعني طبعا اكيد هي بتفكر في الحتة دي يعني. طيب المجتمع والنظرة طيب نصيحتك الأخيرة للست دي؟ نصيحتي الأخيرة إنها لازم تتكلم مع جوزها وتصرحه إن هي ما كانتش مبسوطة وما كانتش سعيدة لما هو حب يتجوز عليها، لأن هي مش شايفة إن هي قصرت معاه. يبقى في نقطة تواصل بينهم. ما ينفعش ان دايما الشعور بالقهر يظل دفين بداخلها بدون اي يعني اعتراف او بدون اي مواجهه بينها وبين جوزها. تقدر ان هي تتكلم، تعبر عن نفسها، تعبر عن المشاكل اللي جواها، تعبر عن احساسها بالقهر. لابد ان هي تتكلم وتعبر وتقول، عشان خاطر برضه جوزها لو هو من النوعيه اللي يعني الظلم يعني مسيطر عليه، او حب التملك مسيطر عليه، او يبدأ يحاول يفكر في التغير المفاجئ اللي طرأ على شخصية زوجته، لأن هو واخد من زوجته إن هي سلبية على طول، ما بتتكلمش، ما بتطالبش بحقها، ما بتدافعش عن نفسها، فبيتمادى في الظلم والقهر. وده طبعا ان هو مقصر في حاجه بالظبط. فهو ده مش مطلوب من الزوجه ان هي تفضل على طول كاتمه في قلبها وساكته. يعني اقصى طموحها ان هي تبعت مثلا لبريد روزه او تتكلم مع حد من قرايبها، بس لا. وممكن تكون امها نفسها ممكن تكون بتتعامل بنفس السلبيه. يا بنت اصبري، ما ده يعني بيحصل مع ستات كتير وحاجه زي كده، وعامليه كويس. فلازم ان هي برضو يعني انا شايف ان هي تتكلم معاه يعني وتتواصل معاه. اذا لقت بشكل او باخر ان هو يعني بطبيعته ما عندوش استعداد يتغير،
بنصحها ان هي تركز في تربية الأولاد. تربيه ابنائها وتربيه بناتها وحبهم ليها واحساسهم تبقى هي بشكل حياتها او يعني. باخر بالصبر، ان هي يعني صابره على جوزها عشان خاطرهم. اكيد ان هم هيدوها من العطف والحنان اللي يعوضها عن حاله القهر والظلم اللي واقع عليها، واللي هي حاسه معاه باضطهاد شديد. فهي تركز في النصف الملئ من الكوب اللي بين ايديها يعني. تمام، اشكرك يا استاذ احمد على